المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: بحث برامج التنمية في سلعى. الإقليم الأوسط يحيي اليوم العالمي للسل. صيانة طريق عدي تناف. رئيس مجلس الأمن الدولي يدين مجزرة مالي. الجيش الإسرائيلي ينشر حدوده. حلف الناتو يعلن انضمام جورجيا لعضويته. أهلا بكم مشاهدينا. عقد في سلعى في 20 من مارس منتدى جماهيري لمناقشة برامج التنمية، وشارك في المنتدى المنعقد تحت شعار المشاركة الشعبية أساس التنمية أبناء المديرين المقيمين في الداخل والخارج وكبار المسؤولين في إدارة إقليم غاشبركة وقادة الجيش والجهات الحكومية. وقدم مدير مديرية سلعى السيد وإيلا محمد علي في افتتاح المنتدى توضيحا عاما حول أوضاع المديرية، موضحا بأن المنتدى انعقد لتعزيز دور ومشاركة المواطنين والتخفيف من المصاعب التي تواجه الخدمات الاجتماعية، داعيا المؤسسات الحكومية لدعم المهام التي أطلقها السكان عبر مبادرتهم. وقدمت في المنتدى 4 أوراق حول أنشطة وانتشار خدمات التعليم والصحة وأوضاع الطرق والتحديات التي تخلقها على المواصلات وخدمات المياه. وأشارت الدراسة المقدمة أن الخدمات الاجتماعية لم تتطور في المديرية كما هو مأمول، مما يسبب المصاعب. وأكد المشاركون على العمل لتنسيق قدراتهم والمبادرة لسد الاحتياجات دون الانتظار للحكومة ومؤسساتها. وأوضح قائد قيادة الحدود الغربية الشمالية العقيد يوناس بطأملا خلق أهم دراسات منقحة عن نواقص الخدمات الاجتماعية في المديرية وتقديمها للحكومة، مشيدا بمبادرة السكان. من جانبها أوضح حاكم إقليم غاشبركة السيد بتساهي هايلين إدارة الإقليم ستنشط في منح الجهات المنفذة الأولوية لحل النواقص تدريجيا، مشيدا بمبادرة السكان التي يتوجب الاحتذاء بها. وبحث المنتدى المجالات التي يتوجب منحها الأولوية وسد النواقص، وخرج بقرارات لصيانة طرق ركب همبكتا وركب طهرة وركب ديباساتا، وتعليم الأطفال البالغين عمر التعليم، وبناء قرى في انتظار الحوامل في 3 عيادات بالمديرية. وقد تم جمع مبلغ 600 ألف نقفة في المنتدى فقط لإطلاق تنفيذ القرارات الصادرة. هذا ويقطن مديرية سلعى إحدى مديريات إقليم غاشبركة 16 أكثر من 23 ألف نسمة في 33 قرية و9 ضواحي، وتبعد عن مدينة بارنتو حوالي 310 كيلومتر إلى الشمال. أحيا الإقليم الأوسط في مناسبة جرت بأسمرها اليوم العالمي للسل تحت شعار لننطلق لجعل مرض السل ماضيا يحكى. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط الدكتور تسفاي سلمون أن الجهود تبذل في الأماكن ذات الكثافة السكانية للسيطرة على مرض السل، ويجري العمل لخفض وفيات السل بنسبة 95% والإصابة بنسبة 90%، والمضي قدما أكثر من ذلك حتى عام 2035. وذكرت مسؤولة السيطرة على مرض السل والأمراض المعدية في الوزارة الممرضة ناطنة قبر يوهنس بأن أعمال فعالة تنفذ في الضواحي والقرى للسيطرة على المرض من خلال برامج التأهيل والتدريب. وأشار المرضى المعالجين من المرض أن تناول الدواء حسب وصفات الطبيب يؤدي إلى الشفاء التام، داعين المرضى لتناول الدواء كما يجب. وتوضح منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 8 ملايين شخص يصابون بمرض السل سنويا، 95% منهم في الدول النامية. تقوم المكتبات الرقمية بالمدارس بمساهمة كبيرة للدفع بالعملية التعليمية في مديرية صنعاء. وأوضح مدير مدرسة مطر المتوسطة الأستاذ يمان تخستي أن المكتبات الرقمية تساعد في توسيع معارف الطلاب والمعلمين لحصولهم على المعلومات المطلوبة عبر الصوت والصورة. وتقدم مكتبة المدرسة الرقمية الخدمات لمسافة 150 متر عبر وسيلة الواي فاي. وذكر مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ بيان تسفاي أن التقنية التي تم إدخالها حلت نقص الكتب في المكتبات وخففت من مصاعب العملية التعليمية.
وقد تم إدخال المكتبة الرقمية حتى الآن في مدرسة مطرة ومدرسة طيشة الابتدائية والمتوسطة ومدرسة سويرة الثانوية. جرت أعمال صيانة لطريق سلع دعرو عدي صنافة الترابي البالغ طوله 7 كيلومترات بالتنسيق بين إدارة مديرية قال نفحي والسكان، وقد قام حوالي 1000 من السكان المدعومين بالآليات بصيانة الطريق يوم 24 من مارس الجاري. وأشاد منسقو العمل بالمشاركة القوية للشباب في هذه المبادرة الشعبية، مؤكدين بأن الطريق أصبح ممهدا للمواصلات. وعرب الشباب عن أملهم في تخفيف مشكلة المواصلات عبر صيانة الطريق الذي كان يحد من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. هذا وتبعد قرية عدي تناف مسافتها حوالي 19 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة أسمراء. قال مدير مدرسة العيتن الابتدائية والمتوسطة بمديرية قندع الأستاذ حامد إدريس أن برنامج تعليم الكبار وبرنامج عريوت المقدم للأطفال الذين فاتهم التعليم في العمر المحدد يحقق تقدما ملموسا. وأشار إلى مشاركة أكثر من 200 امرأة في برنامج تعليم الكبار وحوالي 60 طفلا من عمر 9 حتى 14 في برنامج عريوت، مشيدا بدور أولياء الأمور والإدارة في متابعتهم. وأوضح أن الأطفال المشاركين في برنامج عريوت قادمون من مناطق عقوم بسا وقلعي وماي حبار والعيتن وأماكن أخرى. وذكر مدير ضاحية العيتن السيد آدم إبراهيم أن الجهود تبذل لمواصلة الطالبات المقاطعات للدراسة لأسباب مختلفة تعليمهن. وطالبت المشاركات في البرنامج بحل مشكلة قلة الفصول ونقص الكتب والأدوات الدراسية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.